السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الوصفة بتاعتنا وجمالها، وطبعا طعم من الاخر. يلا نشوف الوصفة دي. اتطلبت مني وولادة عايزين يتعشوا بره وطالبين مني كريب. قلت لهم ماشي، هاتولي الكريب وانا هشوف هعمل ايه. دخلت المطبخ زي ما انتم شايفين كده، وجبت كوباية وجبت جابولي ربع كيلو من عيش الكريب، وجابولي كام نوع عيش. وقلت لهم يلا وانا هشوف بقى هعمل ايه، واطلع ايه من التلاجة عندي ونشوف هنعمل ايه. هما جابوا العيش وانا عليا الباقي. زي ما انتم شايفين كده عملت قراطيس طعمية وثبتها بالخل. انت بتعملي ايه يا ماما؟ قلت لهم بس اصبروا على رزقكم، هنعمل حاجة حلوة. عملت حاجة حلوة، قلت لهم هعمل كيمو كون. قال لي يا ماما هتعمليه ازاي ده؟ قلت له بس اصبروا. طب احنا عايزين نتعشى، هتعملي حاجة حلوة؟ قلت لهم اصبروا اصبروا. زي ما انتم شايفين كده، وبدأت الف قراطيس الطعمية وهم واقفين مستغربين، هم طالبين عشاء مش حاجة حلوة. يلا قلت لهم بصوا بقى، بقص الكريبايه كده من النص، واروح عاملاها قرطاس طعميه. تيجي معايا المقاس الكوبايه، تيجي ما تجيش اوسع شويه في القرطاس. وكده بدهن الكوبايه من تحت زيت، ومن فوق هدهنها. دلوقتي هدهن عيش الكريب ده بفرشه من الزيت، وهولعها على الفرن من تحت، وهحط بقى الصاج بتاعي ده في الفرن. ماشيين مع بعض اهو خطوه خطوه. وده كله هم فاكرين هعمل بقى حاجه حلوه، ما انا قلت لهم كيميكون. وبصوا بقى، دهنت كده. هم قالوا ده احنا عايزين نتعشى، طب انت هتعملي ايه؟ قلت لهم هو كونو كوم. بصوا بقى، عندي بقى كمية خضار زي ما انتم شايفين كده اتقطعت، الفيديو اتمسح من عندي. بس انا هقول لكم التقطعات ايه. ده اللي انا بقطعه ده بصل اخضر، ومعايا فلفل الوان احمر واصفر، ومعايا اخضر، ومعايا خس، ومعايا جزر زي ما انتم شايفينه كده بشرينه، ومعايا 2 من الطماطم. الجزرية دي لقيتها كبيرة شوية. وعندي ربع كيلو من اللحمة المفرومة، بشرت عليها شوية جزر كده، حبة صغيرة كده. وعندي بصلية كبيرة، هاخد منها شوية هبشرهم فوق اللحمة كده، وهقطعها بقى الباقي جوانح. وماشيين مع بعض خطوة خطوة زي ما انتم شايفين كده. هما بقى قالوا خلاص ادام دخلت بقى في بصل وفي لحمة، يبقى هي صح هتعمل لنا سندوتشات. وزي ما انتم شايفين كده قطعت البصل بتاعي جوانح كده وركنته على جنب. طبعا ده كله تجهيزات للوصفة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين بصوا بقى، شوية خس وبصل اخضر. قلت بقى ده متمسح الفيديو من قدامكم، خرطهم كمان قدامكم. والبصلايه اهي. وكده بقى السلطه بتاعتنا، والاتنين طماطم كمان اهو. يعني اقل حاجه تقلليها في الخضار الطماطم بالشكل ده كده، عشان ما تنزلش ميه معاكي كتير. بصوا بقى، ومعايا معلقتين مايونيز نزلت بيهم على السلطه. قلت بقى اشطف البرطمان ده بشطفه بسيطه كده، علشان المايونيز ده ما نضيعهوش. وشويه ملح، وقلبت السلطه اللي هي بالمايونيز وركنتها. معايا بقى ربع لحمه مفرومه صرفه ومكلفه انا، وحطيت عليها ملح وفلفل اسود كده، والبصل المبشور والجزرية المبشورة. واعمل حبة كور كده عشان تعرف تخش بقى في عيش الكريب بتاعنا. كور صغيرة كده. قلت الربع كيلو ده مش هيكفي. رحت جايبة بقى حتة صدر فرخة، وقلت بقى نعمله ميكس من اللحوم. نكبر كده في اكلتنا. زي ما انتم شايفين متلج. طلعته على طول كده، ولا اي تتبيلات ولا اي حاجة، هنتبل في الطاسة على طول كده. بصوا مجمد ازاي. فقلنا بس نتصرف ونعمل عشاء على طول للولاد زي ما انتم شايفين. وبدل ما ياكلوا بره ويدفعوا قد كده، عملنا احلى من بره. وكانوا هياكلوا كريب، كلوه كيمو كونو. وممكن تعملي الوصفة دي حلو كمان، ممكن تعملي كريم شانتيه، وممكن تعملي ايس كريم وتحطيها، وشوية شوكولاتات وتبشر عليها شوية شوكولاتة خام. وهيبقى معاكي جميل جدا ويبقى زي الكيمي كومو. بس مش هيبقى طري، هيبقى ناشف. ونزلت باللحمة كده في شوية زيت على الطاسة زي ما انتم شايفين كده، تتشمع معانا قبل ما نحط بقى الفراخ. بصوا كده. وهبدأ بقى انزل بالفراخ كده على الجنب التاني. طبعا عارفين الفراخ دي مش متبلة. حطيت بقى معلقة 7 بهارات وفلفل اسود وملح. وكده بقى نقلب بقى الخليط ده كويس كده مع بعض. ونجيب البصلاية الجوانح كمان نحطها، ونحط فصين توم. وكده يبقى احنا بنستنى بقى الميكس اللحمة بالفراخ يستوي بالشكل ده. وعملنا السلطة اللي هنعمل بيها السندوتشات. ويلا هنشوف هنعمل ايه مع بعض. التوم اهو
كده بقى استنى بقى كله يتسوى بالشكل ده. طبعا انت ما تنسيش اللي في الفرن كل شويه تشقري عليه، اول ما يدي اللون الذهبي معاكي طلعيه عشان ما يتحرقش منك. بالشكل ده كده انا بشوفه بحاول اطلعه، بشيل الخله كده بالراحه لان هو نشف معايا، ما بيبقاش طري، بيبقى ناشف كده. بقى هجيب الكوبايات اللي انا هقدم فيها، وكده بقى هفضي الخليط اللحوم ده عشان اصفيه اي دهون منه، وحطيته في طبق بالشكل ده كده، وسوى اللحمه وسوى الفراخ كويس جدا معايا. وجبت كوبايات كده بصوا متفرغ، ممكن اعبي بالمعلقه احط حبه لحوم واحط سلطه، قلت لا احط شويه كده من اللحوم والسلطه واقلبهم مع بعض زي ما انتم شايفين كده كده، واقلبهم وابدا بقى املى كده الكريب ده بالشكل ده. وعندي كاتشب وعندي مستردة، هحط بقى ايه على كل كوباية كده، حطيت حتة فراخ وحتة لحمة من فوق وشوية مستردة اهو وشوية كاتشب. وكده بقى تقديمي للوصفة دي. لو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب عشان ينزل لكم كل جديد. وكمان بقى السندوتشات انا قلت كمان قد ايه اوريها لكم. جبت بقى عيش فينو كده وعيش اللي هو الابيض ده، وعملت برضو شوية سندوتشات وقلت افرجكم عليها. بصوا بقى معايا، بصوا جمال الوصفة كده. اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب عشان ينزل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.